اهلا بيكم دكاترة اولى اعدادي، اتمنى تكونوا بخير دايما. في الفيديو ده هنحل امتحان متوقع مهم جدا يتضمن اهم الاسئلة والافكار، ولكن يا ريت قبل ما نبدأ في الحل ندعم الفيديو بلايك واشتراك في القناة ونحل كل سؤال قبل ما نشوف الاجابة. نبدأ باول سؤال، بيقول لي اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، رابطة تنشأ عن مشاركة كل ذرة بثلاث إلكترونات مع الذرة الأخرى. طبعا ده كانت الرابطة التساهمية الثلاثية. السؤال اللي بعده بيقول لي ترتيب بعض المواد حسب سهولة فقدها للإلكترونات. طبعا دي السلسلة الكهروستاتيكية. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي المنطقة المحيطة بالشحنات الكهربية ويظهر فيها تأثيرها دون اتصال. ده طبعا كان تعريف المجال الكهربي. السؤال اللي بعده بيقول لي ترتيب بعض المواد حسب سهولة فقدها للإلكترونات. حلينا السؤال ده وقلنا السلسلة الكهروستاتيكية. السؤال اللي بعده بيقول لي قوة تجاذب بين أي جسم يدور في مسار منحني في الفضاء حول جسم آخر مركزي. دي طبعا بنسميها الحركة المدارية. السؤال اللي بعده بيقول لي رابطة تنشأ عن مشاركة كل ذرة بثلاث إلكترونات مع الذرة الأخرى. جاوبنا برضو على السؤال ده وقلنا الرابطة التساهمية الثلاثية. بيسألني بعد كده بيقول لي ماذا يحدث عند تقسيم المغناطيس الواحد إلى عدة أجزاء. تقسيم المغناطيس الواحد إلى عدة أجزاء هيحصل إيه لما نعمل كده؟ طبعا أقول له يعمل كل جزء كمغناطيس منفرد له قطب شمالي وقطب جنوبي. السؤال اللي بعده بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب. رقم 1 بيقول لي الأقطاب المغناطيسية المختلفة تتنافر. طبعا الكلام ده غلط. اللي بيحصل الأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب، يبقى أقول له تتجاذب. ده التصويب بتاع السؤال. 2 الزجاج والمطاط من المواد المغناطيسية. هل الكلام ده صح؟ لا غلط طبعا. غير المغناطيسية الزجاج والمطاط. السؤال اللي بعده بيقول لي جسم وزنه على سطح القمر 30 نيوتن فإن وزنه على سطح الأرض يساوي 5 نيوتن. أكتب القانون وأشوف القانون. بيقول لي إن وزن الجسم على الأرض بيساوي 6 في وزنه على القمر. نعوض، يبقى الكلام ده وزن الجسم على الأرض هيساوي وزنه على القمر اللي هو 30 في 6 هتديني 180 نيوتن. يبقى الكلام ده طبعا هيبقى غلط، لأن هو بيقول لي وزنه على سطح القمر ب30، يبقى معنى الكلام ده ان وزنه على الأرض المفروض هيبقى ب180 نيوتن مش ب5 نيوتن. يبقى التصويب بتاعها 180 نيوتن. نفصل بسؤال الحصة.
سؤال حصتنا بيقول لي استخرج الكلمة غير المناسبة. الوزن، الضغط، شدة مجال الجاذبية، الكتلة. السؤال ده ليك، يا ريت تحل وتكتب الإجابة بتاعته في التعليقات. نكمل باقي الامتحان. بيقول لي أي المواد التالية تكتسب إلكترونات عند دلكها بقطعة من الصوف؟ نجيب عندنا السلسلة الكهروستاتيكية ونشوف فين الصوف. ادي عندنا الصوف. اي حاجة تسبق الصوف هتفقد. الحرير هيفقد، جلد صناعي هيفقد، خشب هيفقد، زجاج هيفقد. يبقى الخشب هيفقد، يبقى مش هينفع لانه طالب عندي بيقول لي تكتسب. نفس الكلام الزجاج هيفقد، نفس الكلام الحرير هيفقد، انما اللي هيكتسب هو الورق اللي هيكتسب، لان الورق لا يسبق الصوف، الورق بعد الصوف. السؤال اللي بعده بيقول لي يقاس الوزن بوحدة الكيلوغرام. غلط طبعا. جول غلط. اللتر غلط. بيقاس بوحدة النيوتن. الوزن بيقاس بوحدة النيوتن. السؤال اللي بعده بيقول لي الرابطة في جزيء نقط تساهمية ثلاثية طبعا في جزيء النيتروجين. تساهمية ثلاثية. السؤال اللي بعده بيقول لي جميع الأجسام التالية يتكون عليها شحنة سالبة عند احتكاكها بساق خشبية ما عدا. يبقى هو طالب ما عدا، يعني اللي هيتكون عليه شحنة موجبة وليست سالبة. كل الاختيارات دي هتتكون عليها شحنة سالبة ما عدا اختيار واحد. يبقى الخشب لما يحتك بأي حاجة فوقيه هيعمل عليها ايه؟ شحنة موجبة. اي حاجة تحت الخشب يخلي عليها شحنة سالبة. لما نيجي نشوف السلسلة الكهروستاتيكية هنلاقي ان الخشب فوقيه الزجاج، يبقى لما يحتك بالزجاج هيخلي عليها شحنة موجبة. الباقي كله لما يحتك بيه الخشب هيديني شحنة سالبة. يبقى هنختار الزجاج، ده الاختيار الصح. ندخل آخر حاجة معانا، سؤال الحصة التاني. خدنا سؤال الحصة الأول، ده سؤال الحصة التاني بيقول استخرج الكلمة غير المناسبة. ورقتا ذهب، قرص معدني، سلك نحاس، مصباح كهربي. يا ريت نحل السؤال ده والسؤال اللي قبله ونكتب الإجابات بتاعتهم في التعليقات. وبكده نكون انتهينا من حصتنا. أتمنى تكون استفدت، وأشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.